السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنبدا الفيديو النهارده جميل جدا، تورته جميله جدا تقدري ان انت تعمليها في عيد ميلاد او في اي وقت، تحفه بطريقه سهله جدا لاي حد مبتدئ هيعرف يعملها. انا نزلت طريقه الليزبونش كذا مره في قلب القناه، تقدري ان انت تشوفيها. قسمت طبعا التورتايه بتاعتي، الكيكايه بتاعتي لثلاث طبقات. عندي نص شوكولاته ونص فانيليا، وبرده في الفيديوهات ان شاء الله هتعرفي ازاي انا عملتهم بالطريقه دي في صينيه واحده. عملت كريم شانتيه كده، انا هعمل نص فانيليا بالكراميل ونص بالشوكولاته. فعملت كريم شانتيه بتاعي كده وقسمته في بولتين. هتحطي بقى كريم الكراميل برضو عملته معاكم في القناه. بصوا انا يعني جربت جاهز كتير جدا، ما لقيتش افضل من اللي هو في البيت. بجد الكراميل طعمه مختلف جدا عن اللي بنشتريه من بره. هحط كده حوالي معلقتين يديله برضو الطعم ويديله اللون بتاعه بيبقى مختلف شوية. واحط في البولة التانية شوكولاتة، بعمل لها حمام مائي، وباخد كده معلقتين منها. وتقدري ان انت تحطي نوتيلا برضو بتبقى خطيرة جدا. يبقى انا كده معايا الحشوتين بكريم شانتيه طعمين مختلفين. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك، وبجد سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة خالص. وطريقة الكراميل زي ما قلت لكم برضو موجودة في قلب القناة، سهلة جدا مش هياخد منك مع يعني 5 دقايق. عندي بعد ما سقيتهم بالشربات، انا سقيت الفانيليا بالشربات عندي. تقدري انت تحطيه، ما عندكيش شربات يعني نص كوباية مية على معلقتين سكر، هتبقى برضو خفيفة جدا وخطيرة. هبدأ بقى ان انا احط اللي فيه الكريم شانتيه اللي فيه النوتيلا او الشوكولاتة، احطها في اللي هو عند الشوكولاتة، وده بستخدم له الكراميل. هطبق الخطوة ديت بقى في الثلاث طبقات. بصوا الكيك ما شاء الله هاش جدا وسليمة معايا، بجد تحفة. هبدأ ان انا اشربه كده زي ما قلت لكم، ما عندكمش شربات مفيش مشكلة خالص، ده كمان بيبقى خفيف جدا وسريع. والكاكاو ببدأ بقى ان انا بجيب ربع كوباية من اللبن، وبحط له معلقتين من الكاكاو، او برضو معلقة من الشوكولاتة او النوتيلا، يعني حسب الطعم ان انت ايه اللي انت عايزه تعمليه. ممكن تجيبي الشوكولاته هي وتروحي برضو حاطه فيه مع اللبن، مع ربع كوبايه اللبن، وتعمليه دوج زي شربات كده، وتبداي ان انت تسقي بيه الجزء اللي هو الشوكولاته. برضو تحطي طبقه، ما تحطهاش سميكه قوي عشان انت في الاخر ما تبقاش الخرطه تقيله، لا معقوله. ده انا حطيته على طول ما سقيتهاش ولا حاجه. تبداي بقى ان انت تجلسيها كلها كده. مش لازم خالص ان انت يبقى عندك ادوات عمل التورته عشان تعملي تورتايه، مش عشان هتروحي يعني تشتري تعملي تورتايه تشتري بقى الادوات بتاعتها، لا خالص. بظهر السكينه كده بس تكون السكينه يعني مش تقيله قوي مش سميكه قوي، تقدري ان انت تعملي بيها. بعد ما تسويها خالص كده نروح مسحينها بقى كده ونروح مدخلينها على التلاجة. لو انت مستعجله تقدري ان انت تدخليها في الفريزر حوالي 10 دقايق ربع ساعه تلاقيها مسكت معاكي. بص بطرف السكينة كده وايه، هنحددها كده. بعد ما سقعت شوية صغيرين هبدأ بقى ان انا احط من تحتيها كده ورق الزبدة دوت علشان إيه يبقى بسهولة ان انا اعملها. هحط في النص الكراميل اللي انا عملته معاكم. طبعا افضل ان انت ما تكونيش عاملاه وتروحي مستخدماه على طول، لا الحاجات دي بتبقى مجهزة قبليها عشان تحطيها في التلاجة، علشان ايه لما تيجي تحطيها ما تبقاش سايحة معاكي جامد. جميل جدا بجد. تقدري ان انت تخليها كده، وتقدري ان انت تروحي مغطيها كلها.
يا رب بقى لو طريقتي عجبتكم ما تنسوش الاشتراك واللايك. والحاجات دي تقدري ان انت تحضريها من يعني قبليها بيوم او يومين. لرأس السنة بتبقى قبليها، يعني حتى هي لما بتتحط في التلاجة بتبقى أطعم. يعني تقدري ان انت تعمليها قبليها بيوم برضو بتبقى طعمة جدا. ده بقى الشوكولاتة، انا جبتها حطيتها على حمام مائي. بعد ما الشوكولاتة ساحت معايا جدا حطيت لها يعني معلقتين لبن. لو الشوكولاتة دايبة معاكي او مبشرة تقدري انت تحطي معلقتين لبن سخنين جدا عليها وخلاص. هتغطي بقى بيها كلها كده وتبدأي ان انت تزينيها بالطريقة اللي انت عايزاها. خطيرة. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم.